السلام عليكم. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أسهل وأبسط طريقة لحمة ممكن تعمليها. هنشويها النهاردة بدون فحم وبدون شواية وبدون فرن بطريقة مميزة وسهلة جدا، وهتطلع معانا جوسي وطرية وزي الفل ومش ناشفة. السر كله في طريقة التسوية، والأجمل من كل ده إنها مش بتاخد أي وقت خالص. تعالوا بينا نشوف الطريقة على طول. بس قبل ما نبدأ زي ما تعودنا هنسمي الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجه هنجيب بصلتين كده وسط حلوين. طبعا كميه اللحمه زي ما انت عايزه، انا مثلا هبدا بنص كيلو لحمه. هجيب بصلتين حلوين وسط، هنجيب برضو طماطمتين وسط، وهنجيب قرن فلفل رومي. هنضرب كل دول في كبه بقى او في الخلاط، زي ما انت عايزه. بصي هنضربهم حلو، بس اهم حاجه هنضربهم تكون ناعمه جدا. تمام، هننعمهم قوي. هنحط عليهم معلقه خل. كل الحاجات دي موجوده في البيت، ومعلقة زيت. يبقى هنحط معلقة خل بعد ما ضربناهم نص ضربة كده، هنزود عليهم معلقة خل ومعلقة زيت، وهنبدأ ننزلهم كده تاني البصل والطماطم عشان انا عايزاهم انعمهم خالص. هنضربهم كمان ضربة زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ ننزلهم. طبعا احنا مش هنقعدها كتير في التتبيلة، بس لو انت حبيتي تقعديها في التتبيلة كتير وعندك وقت طبعا يبقى احسن. بس احنا مش هنقعدها في التتبيلة كتير، يا دوب ربع ساعة بالكتير او نص ساعة، ممكن كمان اقل من كده لو انت مستعجله. هنبدا ننزل الخلطه اللي احنا عملناها دي، وهننزل بهاراتنا ايه يا بنات؟ بهاراتنا سهله قوي. من كل حاجه معلقه صغيره، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، ومعلقه 7 بهارات، ورشه جوز الطيب، وممكن تستغني عنها بس أنا هنا بتدي تست حلو. يعني بصوا، لا تذكر رشه جوز الطيب، مش هكمل معلقه صغيره. لو انت حابه تستغني عنها مفيش اي مشكله، بس زي ما انا قلت لكم بتدي طعم كده، بتودي اللحمه المشويه في حته تانية. طبعا احنا لا هنستخدم فرن، لا هنحط لا هنشويها على فحم ولا على اي حاجه. بصوا طريقه سهله قوي 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 وبسيطه قوي. هنبدا نحط اللحمه عندنا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، مش تخينه قوي عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش برضو معانا وقت. ماشي، وطبعا مش هنحطها في فرن، كل ده هيبقى طاسه على النار. بس في تكه كده لو هتحطيها هتدي طعم جميل قوي 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 للحمه بتاعتنا. ايه هي التكه؟ هتيجوا تشوفوها معايا دلوقتي. بصوا هنتبل كل قطعه كده، يعني نخلي كل التتبيله بتاعتنا تدخل جواها. تمام، انا قلت لكم احنا هنسوي على طول، بس انت لو حابه تسيبيها شويه مفيش مشكله، بس انا عاملاها سريعه وسهله وفي نفس الوقت مش هتاخد وقت معاك. طاسه طبعا حلوه على النار تسخن جدا، هنحط شويه زيت، ممكن تستغني عن الزيت بمعلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه. عارفين الدهنه دي؟ هنحط كده معلقه، بتدي طعم حلو قوي للشوي، كانك شوياها على فحم. يا دوب هو بيسيح معانا، مش بتسيح قوي طبعا، بتنزل الطعم. هنبدا نحط اللحمه بتاعتنا، لازم تاخد صدمه على النار. يعني ايه صدمه على النار؟ لازم الطاسه تبقى سخنه جدا. مجرد ما تنزليها تبدأي تهدي النار عليها شوية. في طريقتين. لو حسيتي ان اللحمة بتاعتك ما استوتش حلو بعد ما اتشوحت على الجنبين، ممكن تنزلي لها معلقة كوباية مية صغيرة. تمام، وممكن اللحمة تنزل ميتها، فلو نزلت ميتها تسيبيها تستوي بميتها، يعني المية اللي هتنزل دي تسيبيها تشربها. لو ما نزلتش مية وحسيتي ان هي لسه عايزة تستوي اكتر، هتحطي لها شوية مية زي ما قلنا. كوباية مية هتقسميها، كوباية المية دي ربع ربع لغاية لما تلاقيها استوت معاكي. بس احنا بنقلبوها كده، خدت وش كده بسيط. هنبدأ نوسع للباقي مكان وننزل اللحمة بتاعتنا. بصوا طريقتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت، وكأنك جايباها من بره بالظبط. طريقتها سهلة وسريعة. تمام، بصوا احنا كل ما بننزل قطعة وتحمر من ناحيتين هنبدأ نحطهم فوق بعض. طبعا انا بحط فحمية كده، لزوم لزوم الدلع زي ما بيقولوا. هنحطها كده فوق الوش بعد ما تستوي، تاخد ريحة الفحم كأنك شوية على اللحم، وانت على شوية على اللحمة شوية على الفحم، وانت كده كده مش شوية على الفحم، انت عادي في طاسة على النار. بصوا اخدت لون،
حسيت ان هي عايزه تستوي شويه، فحطيت لها ايه ربع كوبايه ميه واغطي عليها وهدي النار واسيبها. وبكده يبقى حضرنا مع بعض النهارده اسرع واسهل طريقه لحمه ممكن تعمليها، طعمها فوق الوصف وطريقتها زي ما قلنا لكم، وزي ما انتم شايفين سهله جدا، والتتبيله بتاعتها مكوناتها موجوده في البيت. وما حبيتش اضيف لها اي مكونات او صوصات عشان تبقى المكونات كلها متاحة عندك في البيت، عشان تحسي بألذ طعم لحمة ممكن تجربيها. بجد اللحمة ما شاء الله، اتمنى انكم تجربوها بنفس الطريقة بدون فحم او فرن او شواية. هتعمليها في نص ساعة بالظبط وتكون خالصة. الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، ولو لسه اول مرة تشوفيني او تشوفي قناتي اتمنى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.